أنا أنثى، أنا أنثى، أوقفوا، عيب يمه. لحظة عيب عيب، أنا أنثى. لحظة، أنا أنثى، خلوني لحظة، أنا أنثى. يلا جاهزين؟ يلا جاهزين؟ جاهزين. هناك أمور يجب أن يطلع عليها الناس، بل إنها أمور يجب أن لا تخفى. شباب شنو هذا الصوت؟ شغلة الخاتون. قعدوها يا معودين، قعدوها. أنا موافقة. لا أنا أرفض. حجية فدوى أروح لك أحكي بشريحة واحدة مو شريحتين. أنا أوافق على كل ما تفرحون به، موافقة، ولكني أرفض كل ما تقطعون به. شنو القصة حجية؟ البارحة ما نايمة؟ شلون أنام؟ شلون تغمضنا عين وعدنا نازحين بالمخيمات والفساد بعده بالبلد، وأكو بعض الكتل بعد هسه تتآمر على شعبنا. هذا الإحساس الذي نبحث عنه. هسه تبحث لك عن أيام طول بها عمرك، يبحث عن إحساس. أيها الأخوة، هناك تقاعس كبير بحق الشعب. إن هذا القرار الذي يريدون تمريره به منافع شخصية على حسابكم، ونحن قاطعنا وسنقاطع لحين تضمين حقوق أهلنا وشعبنا في القرار. اوقف بالقرار. احنا هذا القرار مو اجتمعنا بيناتنا قبل الجلسة واتفقنا. انتم ليش تبدلون هسه؟ انتم ليش تخلون الواحد يطلع من هدومه؟ هذا الطلوع الذي نبحث عنه. يلا طلع. يما شايب مراهق وخذ. حجية شوف حجية، هاي الأيام سوقنا وصوتنا لازم يعلى بهاي الأيام، حتى إذا كان حكينا مو صحيح ولا قانوني. أهم حجية انتبه واحد. وياك. أهم شيء حكينا يلامس مشاعر الناس. وبعدين تعال أقول لك، إحنا هنا بالإعلام نتفق شيء، وورا الإعلام بيناتنا نتفق على شيء ثاني. نزول عليك حسب ما تغيرت. تفضل حجية، ادلي بدلوكي. شنو هاي دلوكي؟ حجية يعني احكي كلمتك. كلمتي. نعم، اننا نرفض هذا القرار اللي احنا اصلا كنا موافقين عليه لان بيه منفعه النا وتبنا ورفضنا هذا القرار. ولكن اليوم لو سأل سائل سألوا له واحد، من جابنا الى هنا؟ الشعب. فكيف نطعن بالشعب؟ هذا هو الطعن الذي نبحث عنه. قتلتني يمكن راح اطعنك. كافي سكوت عن حق الناس ملت تريد اللي يخدمها، ولازم نكشف كل شيء امام الاعلام. يا عيب يما انا ما اكشف. يجب ان نعري كل من يهدف لاطماعه الشخصيه والحزبيه. نحن نضع القرارات لمصلحه الشعب، ولكنهم يجيرونها لمصالحهم الدنيئه. هذه هي الدنيئه التي نبحث عنها. اذا انت دنيء احكي لك حكايه بها حظ، حكي يفيدك لاخرتك. احكي لك كم حكايه تفيدني بالانتخابات لان قرب موعدها. نزول عليك حجي، تريد ترشح على الدوره الجايه؟ من حقي حجي، انت على ما يفرزون اصوات ميت. يكفيني حب الناس. ما يكفيك الصفقات اللي حطيتها في جيبها. وفي ختام مؤتمرنا هذا، نحن مع الشعب، صوتنا هو صوت الشعب، ونحن هدفنا هو راحة الشعب. وأن كل من يفكر بسرقة قوت الشعب أو يتحايل على حقوقه في الموازنة فإنه عار. هذا هو العار الذي نبحث عنه.